حسن معالج نفسي قرر يبدأ يصور فيديوهات يتكلم فيها عن الصحة النفسية. وقع في مشكله ان الكلام رسمي قوي وكان ناشف مع الناس، وفي نفس الوقت الاضاءه كانت ضعيفه والصوت ما كانش واضح. كانت النتيجه بالنسبه له ان الفيديو بيطلع طويل وفي نفس الوقت ممل، وده ما خلاش الفيديوهات بتاعته يكون عليها اي نوع من انواع التفاعل. عشان تتجنب المشكله اللي وقع فيها حسن، معاك 5 خطوات تركز عليهم. ان اول 5 ثواني يكونوا هم الاهم، لان لو اول كام ثانيه مملين الناس هتسيب الفيديو ومش هتكمله. فانت ممكن تبدا بسؤال مثلا زي ان عمرك حسيت انك تايه ومش عارف تتحكم في مشاعرك، او انك تقول ليه بنحس بالقلق في المواقف الاجتماعيه وازاي نواجهه. رقم 2، تخلي الفيديو قصير ومفيد، ما تخليش الفيديو طويل بزياده، يعني معاك من دقيقه ل3 دقايق وده كفايه عليك في الاول. ثالث حاجه، اتكلم بطريقتك العاديه، بلاش اللغه الرسميه الناشفه، حاول تستخدم اللغه البسيطه كانك بتتكلم مع واحد صاحبك. رابع حاجه، اهتم بالاضاءه والصوت، صور في مكان فيه اضاءه طبيعيه واستخدم ميكروفون بسيط عشان الصوت ما يبقاش ضعيف. خامس نقطه، حاول تحط الCTA في الفيديو بتاعك، انك بتحاول تخلي الناس تتفاعل على الحاجه اللي انت بتقدمها بعد ما يشوفوها. يعني مثلا لو عجبك الكلام شاركنا رايك في الكومنتات، او تابعني اكتر لو مهتم بالصحه النفسيه. من الاخر، ابدا الفيديو بسؤال يشد الانتباه، وفي نفس الوقت تخلي الفيديو قصير وواضح، واتكلم ببساطه كانك بتتكلم مع واحد صاحبك، وتختم الفيديو في الاخر بانك تخلي الناس تتفاعل معاه. قول لنا بقى ايه هي اكبر مشكله بتواجهك لما بتحاول تصور الفيديو؟